السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله احنا النهاردة هنتكلم على معظم الاحوال بتاعة كسور العظمة الزورقية اللي في الرسغ. انا دكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، العظمة الزورقية دي شكل الزورق، وساعات يسموها بالفولة. هي واحدة من ضمن 8 عظمات في الرسغ. احنا منطقة الايد، الصوابع دي متوصلة بالساعد في مفصلة في النص اسمها رزغ. وعشان الايد حركتها كتير قوي قوي قوي، فلازم يكتر عدد المفاصل اللي موجودة هنا عشان تعمل أدق الحركات الإعجازية اللي ربنا عملها لنا، عشان نقدر نستغلها في حياتنا. آه، آه، 8 عظمات. أشهر عظمة بتتكسر فيهم هي العظمة الزورقية، اللي هي العظمة دي، وديت متكونة في الصف القريب من ناحية الساعد. طيب، ايه السبب؟ بصوا يا جماعة، اشهر حاجة الوقعة دي. يعني ايه؟ الواحد يقع على ايده وكوعه مفرود، وايه، متنية لورا بالشكل ده، فيدوس على العظمة الزورقية. تمام. او حاجات نادرة قوي ان يبقى فيها تكيس، يعني في تكيس زي الاورام العظمية اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، يبقى في تكيس في المنطقة ديت فيكسرها. مش من ضمن كسور الهشاشة مثلا. طيب، يبقى ده بالنسبة للسبب. طيب بصوا يا جماعة، الكسر بتاع العظمة الزورقية، مشكلة العظمة ديت انها عظمة صغيرة قوي وموجودة جوه مفصلات. وجودها جوه مفصلات يعني في سائل اللزوجة موجود في المنطقة دي. سائل اللزوجة دوت بيقلل نسب اللحام بتاع العظمة دي، زائد ان الدموية بتاعتها ضعيفة. تمام. فهي مش ناقصة ان حضرتك تخش عليها بالاهمال او التطنيش، فتزيد عامل فوق العامل، العوامل الاصلية. يعني العظمة الزورقية خلقة يا جماعة، خلقة. هي في كسور منها كتير مش عايز يلحم اصلا بالعلاج، فما بالك لما حضرتك تطنش. طيب، احنا ليه نركز في النقطة دي؟ بصوا يا جماعة، هي الوقعة اللي احنا قلنا عليها دي وقعة من ضمن اشهر الوقعات اللي احنا كلنا اي حد بيقعها. فلو الرزغ بتاعك فيه شوية ألم وخف، ما تعديش الموضوع بالسهولة دي. سواء خف او استمر الألم بيبقى محتاج فحوصات. وكمان هزود لك ان الأشعة على منطقة الرزغ ما بتبينش كسور الزورقية قبل اسبوعين، الأشعة العادية. يعني اللي عايز اقوله لك ان المنطقة دي مهم جدا الاعتناء بيها. هنشوف اثرها بعد كده هوت ايه. طيب، فكمن الوقعة دي مشهورة، فتبقى الإصابة دي نفسها مشهورة. طيب. طيب، ال الكسر بتاع العظمة الزورقية، على الرغم كل الحاجات اللي انا بقولها لك ان هي نسب اللحام بتاعها بيبقى فيه مشاكل في اللحام، الا ان معظم الحالات بتخف. معظم الحالات دي في معظم انواع الكسور. بصوا يا جماعة، هو كسور العظمة الزورقية اكترها في المنتصف. في نص العظمة. نسبة اللحام بتاع نص العظمة ده بيوصل ل95%. 95. وده الحمد لله بفضل ربنا علينا ان هو معظم الكسور. يعني لما بنقع بالوضعية ديت بيحصل الكسر من النوع دوت، اللي هو النوع اللي بيلحم. تمام. بس بقية الأطراف نسب اللحام أقل من كده. عشان كده أنا بقول لك اهتم، لأن هي مش ناقصة إنك تخش كمان بفاكتور أو بعامل جديد يخلي نسب اللحام تقل. طيب، يبقى هي هتلحم في العادي. طب ما لحمتش، تبتدي تدخلني في ألم. الحركة بتاعت التمن عظمات ما تبقاش منتظمة، في إعجاز إلهي كبير قوي فوق. يعني احنا بنقعد فترة طويلة قوي عشان نفهم بعض اللي مكتوب فيها، وما خفي كان أعظم. فلما يبقى العضلة تتقسم نصين،
ما بيخليش حركة الريست يحصل فيها انسيابية، وبالتالي بيحصل حاجة اسمها خلخلة، عدم ثبات في الرسغ. عدم الثبات يعني ما بقاش فيه قوة، درجة الخشونة تزيد وتخش في مراحل ملهاش أول ولا آخر. طيب، أعراض الكسر إيه؟ العادي، يعني احنا عندي كسر فبقى في نسبة ألم، ومادام في ألم يبقى في ضعف، مش قادر أشيل، واللي هو العادي، وشوية ورم، حركة إيدي في الفرد والتاني وكل الأنواع مش مظبوطة. الألم بيبقى يا جماعة ناحية الصابع الكبير، ناحية الصابع الكبير. طيب، الأشعات عندنا قلت لك التكة، إن خلي بالك أنا دلوقتي لا قدر الله وقعت، عملت أشعة ساعتها، في بعض الحالات على حسب ما الطبيب بيبقى شايف يعني بعد اسبوعين، لان في كسور ما بتبانش في الاول، من ضمنها العظمه الزورقيه. نادر في الاول لما بنبقى محتاجين مقطعيه او رنين، غالبا الحاجات دي بتبقى شق اداري اكتر منه، زي الموظفين او كلام من هذا القبيل. اما بقى في تخطيط العمليات او الحاجات بقى اللي اهملت، فبقى في نوع من عدم اللحام او ده اللي بيبقى فيها تخطيط بعد كده. لان الرنين كمان بيبين لنا ان العظمه ميته ولا لا، لان ده بيفرق، مش بيفرق في العلاج على قد ما بيفرق في ان انا ببلغك نتيجه العمليه ايه. طيب، ايه العلاج بتاع العظمه الزورقيه؟ كعاده العظم كله ايه بالظبط كده؟ هو كل العظم بيبقى محتاج تحفظي، بيجرب فيه الاول تحفظي. معظم العظم بيتجرب فيه تحفظي. العظمه الزورقيه من اشهر الكسور اللي بتتعالج بالجبس. جبس بقى زوراقي، جبس مش زوراقي، جبس عادي، جبس ملون، مش بيبقى فرق الكلام ده. جبس تحت الركب، تحت الكوع، فوق الكوع، ممتد على الابهام، مش ممتد على الابهام، كل الكلام دوت مش فارق. انا ليه بقول الكلام دوت؟ عشان واحد يجي يقول ايه ده، المفروض كان يبقى عامل الجبس على الصابع ده، عشان كده هي ما لحمتش. الكلام دوت كلام مش مظبوط. لو كان رفع الجبس فوق، كان الابحاث اثبتت ان كله زي بعض، ومادام كله زي بعضه يبقى الجبس يبقى اخف حاجه. خلاص. طيب، يعني انا بالنسبه لي ما بقتش بعمل الجبس الزوراقي بعد ما بفهم المريض بتاعي، ما بقتش بقى بعمله الجبس اللي هو العادي، اللي هو لغايه هنا والصابع فري، هو بتثبت الرسغ بس، الكسر هنا هو. طيب، العلاج الجراحي للكسر بتاع العظمه الزورقيه امتى؟ انا عملت جبس وما لحمتش، هو نصيبه كده، او من الاول انا عارف ان الكسر ده مش هيلحم، نسب الالتحام اقل. او في ناس بتجيلنا مثلا يعني وقته بفلوس، فمش عايز يقعد في الجبس فترات طويلة. الجبس بتاع العظمة الزورقية بدايته شهر ونص، ومعظم الحالات ده نهايته. بس في جبس بنقعد لغاية 4 شهور، 4 شهور. فواحد تاني يقول لك لا، انا احط مسمار من الاول، وايه، ابتدي حركة من اول اسبوع، خلاص، بدون تحميل، حركة بدون تحميل. طيب، يبقى هو من الاول انا متوقع ان الكسر دوت وحش، او في الناس اللي هي وقتها بفلوس مش عايزة تتجبس فترات طويل، او الحالات اللي هي عمل جبس وما لحمش. ايه اللي هيبقى الوضع؟ يبقى دوت احنا سواء كنا عن طريق الفتح او تحت جهاز الاشعة. في انواع بتبقى كده وفي انواع بتبقى كده، يعني ما ينفعش في الحاجات اللي متحركة كتير قوي، عادة بتبقى محتاجة فتح عشان تترد كويس. العظمة الزورقية أهم حاجة فيها الثبات، الثبات والرد، رد العظم. طيب، المسمار عادة اللي بيتحط اسمه مسمار هيربر، ده بيبقى منظر المسمار. طيب، التحضير للعملية ايه؟ يعني انت بالنسبة لك الحاجات اللي تفرق معاك ان العيان معظم الحالات بينام كلي، معظم الحالات بنيمها كلي. في موضعي، طبعا في موضعي على حسب الصحة العامة، بس في موضعي. طيب، احنا بنربط حاجة اسمها تورنيكيه حوالين الدراع من فوق عشان نقلل النزف، يعني احنا ما بنحجزش دم في الحالات دي. بس هي مشكلة التورنيكيه دوت ان هو ساعات بيضغط على الأعصاب، ودي بتعمل مشكلة كبيرة
بعد العمليات لازم العيان يبقى فاهمها من قبل ما يخش العمليات. فبنعرفه ان الضغط ان ممكن يحصل بنسبة بتوصل لغاية 2% من الحالات. ما بيعرفش يحرك الرزغ كله بيقع، ما بيعرفش يحرك الرزغ. ده بيبقى من ضغط التورنيكيه فوق على الاعصاب، على الضفيرة العصبية. وده معظم الحالات، اللي هو معظم الحالات دي اللي هي لغاية 80%، بيرد من 3 اسابيع لشهر ونص. طبعا هي بتبقى ستريسفول جامد جدا جدا جدا، ضاغط نفسي جامد جدا 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 على المريض والجراح الاتنين. سواء المريض بيبقى مش عارف يحرك ايده، اللي هو بيقول لك لو الكسر كنا سيبناه احسن. والطبيب مريض وتعبان، وبتبقى حاجة مؤذية للطرفين يعني. بس دي موجودة من ضمن المشاكل. برضو ليه بركز في الكلام دوت؟ عشان دي الحاجات اللي احنا بنلاقي بعض الناس مش فاهماها، وبتبقى فاكرة ان ده قصور في الجراحة، والكلام ده مش حقيقي. بس هو يمكن يمكن يبقى في نسبة تقصير لو يعني انت معرفتش الكلام ده من قبل ما تعمل العملية. طبعا وجل من لا يسهو يعني. اما طبيا دي مشكلة وقتها. طب بنعمل ايه؟ بندي فيتامينات للاعصاب، وبنستنى فترات ممكن توصل لغاية 6 شهور. وزي ما بقول لكم، يعني ال 80% ده في اول 3 شهور، بتكمل لغاية اكتر من 92% تقريبا عند الشهر السادس. والنسب بتبتدي بقى تقل قوي بعد كده. آه، ربنا يعافينا جميعا ان شاء الله. المضاد الحيوي مهم، لان احنا التلوث يا جماعة، آه، يعني المضاد الحيوي اللي هو قبل ما بنربط التورنيكيه، بعد ما العيان بينام، ده اهم نقطة في موضوع التلوث. لان بعد كده هو تقريبا النسب اقل. وفي نفس الوقت احنا بنفهمك ان لو انت موجود جوه كبسولة دي ارقى حاجة في العمليات، جوه كبسولة في انظف مكان في انظف مستشفى، التلوث ممكن يحصل. ولو بنعملها في اسوأ حتة في الوجود، لو افترضنا يعني، والدنيا بتعدي. يعني انا اقصد ايه؟ احنا الطبيب والمريض بيعملوا اللي عليهم باختيار المكان واختيار الالات، وان المريض والسكر يبقى متظبط، وبندي المضاد الحيوي، وبرضه بيحصل التلوث. بنعمل ايه؟ بياخد مضادات حيويه، وبيبقى محتاج تنظيف وي على حسب الحاله بعد كده هو. بس بقول لكم ان دي مشكله ثابته في كل حالات العظم، كل اي عمليه، مش حالات العظم بس. احنا بيجي لنا التهابات رئويه مثلا لا قدر الله، واحنا اصلا ما دخلناش جراحه، يا دوبك شويه هوا بنشموها. فبالك لما العظم يبقى معرض ف ربنا يسترها برضو علينا كلنا. طيب الفتح برضو دي من ضمن الحاجات اللي تهمكم، يعني غالبا معظم الحالات بيبقى الفتح هنا، بيبقى الفتح في المنطقة دي. طبعا ده ايه؟ يعني ده اسبوعين بعد العملية، بعد شوية والكريمات الدنيا بتهدى كتير عن كده. او عن طريق المغلق اللي احنا في الحالات اللي هي الجديدة اللي لسه جاية، كسور حديثة ومفيش فيها حركة، الدنيا مستقرة فيها، مش محتاجين رد ولعب كتير. بنثبت، سواء كنا بنثبت المسمار من تحت لفوق او من فوق لتحت على حسب، يعني دي طريقة. وفي طريقة تانية اللي هي العكسية، اللي هي من فوق، المسمار يخش من فوق. بصرف النظر مش بتفرق. طيب نخش على الموضوع اللي بعده، اللي هو الكسر بقى الغير ملتئم. هو يا جماعة تقريبا بنتحرك فيه نفس الطريقة، بس هو اللي انا عايز اوصله لك، يعني يا جماعة الكسر غير الملتئم دوت، يعني الطبيعي ان يجي لي مثلا بعد 6 شهور. يعني ساعات كده الدنيا واخدتني ولفت ومش عارف ايه بقى سنة. بس ال8 سنين دوت يعني حرام يعني انت خلاص كده المفصل بتاعك اتدمر. يعني احنا بنعمل حاجه اسمها فور كورنر فيوجن او توتال ريست. يعني دلوقتي في الاول كنا بنعمل الفور كورنر، هنبقى نعرفكم، هنعمل موضوع لوحده على السمكره الرباعيه او السمكره الكليه. دلوقتي خلاص يعني بقينا بنعمل حتى السمكره الكليه على طول.
برضو من اللي بنشوفه من المريض. برضو هبقى افهمكم الكلام دوت بس في محاضرات لوحدها. خلاصة الموضوع يعني عظمة الزورقية مش مكسورة ومش لحمة. في حالات كتيرة قوي 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 ما بقاش فيه ألم، فالعيان بيبقى سايبها، فيحصل اللخبطة الديناميكية اللي أنا قلت لكم عليها بالنسبة للريست، فتبقى حركة المفصلات مش مظبوطة، فتعمل خشونة خفية، ومرة واحدة ألم رهيب ومش قادر يحرك الريست. ألم رهيب ومش قادر يحرك الريست. هتيجي انت تعمل الاشعاعات تلاقي الريست خلاص اتدمر. ما بقاش على قد بقى ان انت عظمه وهتعمل لها ترقيع عظمي ونجيب عظم صناعي ولا نجيبه طبيعي، نجيبه بدمويه نزرع له وعاء دموي ولا لا. كل الكلام ده مش هو بيبقى الكلام. مش خلاص انت دخلت في خشونه متقدمه. خشونه متقدمه يا تغير المفصل يا تسمكر. في الريست لغايه دلوقتي في مصر ما عندناش موضوع تغيير المفصل ده، ونتائجه اصلا وورلد وايد ضعيفه جدا جدا. الكلام كله على السمكرة لو ما عملناش، او في مرحلة في النص كده اللي هي الفور كورنر فيوجن، هنبقى نتكلم عليها بعدين. طيب العظمة الزورقية، العظمة الزورقية الامور فيها بتتحسن. الامور فيها بتتحسن بعد العمليات بتاعة التطعيم اللي هي يعني العظم الصناعي لغاية 90%. ده امتى؟ خبرتي المحدودة في حدود السنة. اما الناس اللي ب5 سنين و6 سنين بتبقى الدنيا 50-50. 50 تعدي 50 لا. برضو ال50 اللي بتعدي بتبقى الامور اللي ما بتعديش بتبقى الامور فيها الى حد ما احسن. ان تبقى العظمتين على بعض ومش لازقين بالمسمار احسن من ان هي كل عظمة لوحدهم بتتحرك. ده منظر المسمار. سنين وسنين بقى، سنين وسنين على طول ده بنعمل له السمكرة. احنا عملنا محاضرة لوحدها على موضوع السمكرة دي. اتمنى الموضوع يكون وصل لكم وصحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.